في سابقة خطيرة في العراق، ولأول مرة البهيم مقتدى يأمر مشركي بالتوجه إلى مساجد السنة، مساجد الأغلبية في العراق، لتغيير الأذان وجعله كأذان السبائيين في النجف، تحت الترهيب والضغط والقتل والإجرام. لكن مين مكن مقتدى من هذا الوضع في هذه الأيام؟ اللي غسلوا قاذوراته، اللي بخرج علينا كل شوية بقول لك كما نتوجه لإخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق بالشكر على تضحياتها. شو سوت مش عارفين إحنا شو عملت، بس لكن هو الشكر لتمكين هذا المشروع، وأصبحت القصة واضحة. إخوتك في المقاومة الإسلامية في العراق أي أنت من نفس المشروع، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وانتم مصرين تشكروهم. النصر ما بيأتي على ايد المشركين، النصر يأتي على يد المخلصين الموحدين المحاربين للشرك والمشركين، أولي البأس الشديد اللي بدهم يجوا هذول يغيروا معامل عالم الدنيا كلياتها. أما من يتاجر في هؤلاء مقتدى الصدر اللي مكن هؤلاء من حكم الأغلبية السنية في العراق هو الدبابة الأمريكية، اللي كانوا يمشوا معها ويمشوا مع الدوريات الأمريكية ويقولوا كل من اسمه عمر وأبو بكر وعثمان محكوم عليه بالإعدام. هيك كانوا في الأحياء السنية، وقتلوا وذبحوا ملايين المسلمين السنة، وجاء من يشكرهم ويغسل قاذوراتهم.